ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. تعالوا النهاردة بقى يا جماعة نشوف اكل رأس الخروف الساخنة بكل احترافية. زي ما احنا شايفين كده اصحابي بيجيبوا راس الخروف ينضفوها كويس جدا جدا وبعد كده يسلقوها باللوري والحبهان والكركم. بجد يعني شكلها يفتح النفس. شايفين يا جماعة بتاكل راس الخروف بطريقة تفتح النفس. بجد الواحد نفسه يعني يجرب راس الخروف. كمان مع الصوص الحامي اللي بيعملوه ده بيبقى شكلها كده بجد يشهي. فأنا واحدة من الناس نفسي أطبخ راس الخروف وأجربها. عاوزة اقول لكم كمان يا اصحابي ان راس الخروف فيها فوائد عالية جدا يعني للجسم، من كولاجين، فيها فيتامين بي 12. كمان فيها دهون وفيها حديد، فيها كالسيوم، فيها فوسفور. كمان بتساعد على التقليل من الانيميا، وكمان حلوة لشاشة العظام. يعني فيها فوائد قيمة جدا. يا ريت يعني يا جماعة كل يجرب راس الخروف.朋友，咱们今天吃素简简单单好嘞，灵魂蘸料啊，交给舌头。معانا بقى الاكل التاني اللي هياكل راس الخروف بالصوص اللي هو حامي مولع نار ده. بجد شكله يفتح النفس. استنى يا عم، طيب خد نفس، مش كده محدش بيجري وراك. طبعا يا جماعة اهم حاجة عندهم البصل مع الاكل مضاد حيوي، وكمان بيقتل اي سموم في الجسم. فيعني لازم يبقى اكلهم كده فيه توم وبصل زي ما انتم شايفين كده. عاوزه اقول لكم يا جماعه من الاحترافيه ان هم ياكلوا راس الخروف تبقى سخنه جدا جدا بدرجه الحراره ان هم ما يقدروش يعني، او اي حد يقدر يستحملها غير اللي بياكلها وبس. تعالوا بقى نشوف الأكلة التالتة وهي بتاكل راس الخروف الساخنة بنفس الصوص ونفس طبعا الصوص الحراق. بس هي مختلفة شوية لأنها يعني زي ما انتم شايفين كده رقيقة وحنينة. تعالوا بقى نشوفها وأسيبكم تتفرجوا وتستمتعوا بيها وهي بتاكل راس الخروف الساخنة بكل رقة وحنية.一点都不敢抠，太烫了。快快拿开了！哎呀，我知道这羊毛味道咸。